السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا وصفة محبوبة من المطبخ العدني، طريقة عمل العتر بالطريقة العدنية. في فرق كبير بين العتر بالطريقة العدنية والعتر بالطريقة الصنعانية. وصفة اليوم بالطريقة العدنية يتناولوها بالملعقة وفيها تمر هندي، ويقدم وقت العصرية. وقت العصرية أو في المناسبات، هذا هو الطريقة العدنية. لكن الطريقة الصنعانية يكون لونه أسود وفيها حجر حوطم، ويتناولوها في الفطور الصباحي. الرابط بيكون في صندوق الوصف للطريقة الصنعانية. وبسم الله نبدأ في وصفة اليوم. فضلا وليس أمرا، اشتراك وتفعيل الجرس، وبسم الله نبدأ. ربع كيلو عتر. هذا العتر خارجي وفي عتر محلي. أغسل العتر أكثر من مرة، وهنا العتر نظيف ومغسول. أسكب الماء وأغطيه واتركه 24 ساعة. عتر منقوع بالماء. وهنا اليوم الثاني بعد مرور 24 ساعة، أتخلص من ماء النقع وغسلته كمان أكثر من مرة. أسكب العتر في قدر الضغط وأضيف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم ولتر من الماء، وأغطي قدر الضغط بإحكام. العتر ما بينضج إلا بقدر الضغط، وعلى النار لمدة نص ساعة لين ينضج العتر، يعني عتر مسلوق. وننتقل للخطوة الذي بعدها. ربع كوب حمر، وأضيف كوب كامل ماء ساخن واتركه نص ساعة. بعد مرور نص ساعة أفرك الحمر وأصفيه بالمصفاة وأتخلص من البذور. الحمر معناها التمر الهندي، اللي يتابعوني خارج اليمن معناها تمر هندي. بهذه الطريقة. وننتقل للخطوة الذي بعدها. هنا عندي 2 قرون بسباس مجفف، بسباس عدني أحمر. أفتح البسباس وأتخلص من البذور الداخلية. العتر بالطريقة العدنية ضروري نضيف البسباس المجفف، واسكب الماء وعلى النار لمدة 10 دقائق. في الخلاط اليدوي أضيف 3 فصوص ثوم، وهذا البسباس المجفف سلقته لمدة 10 دقائق. أحط البسباس المجفف مع الثوم مع بعض في الخلاط اليدوي. وأضيف ماء حوالي 5 ملاعق، واخلط لين يتكون مثل المعجون. وأصفيه بالمصفاة عشان أتخلص من الشوائب. وهنا معجون البسباس العدني جاهز. ننتقل للخطوة الذي بعدها. على النار أضيف ملعقتين زيت نباتي. سخن الزيت، أضيف بصلة مقطع وأحرك البصل لين يذبل. وهنا البصل ذابل.
أضيف حبتين طماطة معصورة في الخلاط اليدوي، وأضيف المعجون، معجون الطماط، وأضيف معجون البسباس العدني. العتر بالطريقة العدنية ضروري بسباس عدني مجفف، وضروري حمر. وأضيف البهارات: ملعقة كبيرة كاري، ملعقة كبيرة كمون، ملعقة صغيرة كزبرة مطحون. واتركه على النار يتسبك. وهنا تسبك والعتر جاهز ومسلوق. أسكب حبوب العتر فوق الخلطة. أسكب العتر كامل مع كوبين من ماء العتر، وبقية الماء حق العتر أتخلص منه، واتركه على النار. وتركته على النار 10 دقايق، وأضيف الحمر والكزبر الأخضر المفروم. ركزوا معايا، الحمر أضفته في الأخير، الحمر والكزبرة والملح، وهنا ملعقة كبيرة ملح. واتركه 10 دقايق ويكون جاهز. التقديم تكون في أطباق صغيرة. هذا الطريقة العدنية تكون في أطباق صغيرة لكل شخص طبق. وهنا الملاعق. الطريقة العدنية يتناولوها بالملعقة. مثل ما اتفقنا، التمر الهندي ضروري، ومعجون البسباس العدني كمان ضروري. وهذا هو الشكل النهائي. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. فضلا وليس أمرا اشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروني في فيديو قادم من مطبخ فطوم، ومع السلامة.